ابو جابر، الناس كلها ماسكه في ابو جابر انه طلع قال على نفسه ان هو حارس مصر الاول في برنامج رامز، وكل الاهلاويه طالعين يسفوا عليه. ما هو مش مطلوب منه ان هو يرضيك كاهلاوي يطلع يقول ان حارس مصر الاول هو الشناوي. هو حر، هو شايف نفسه احسن حارس في مصر، دي حاجه ترجع، دي وجهه نظره، انت ما بتحترمهاش ليه؟ احنا كجمهور بنطلع نقول ان احنا شايفينه، وهو حر يقول اللي عايزه على نفسه. ما كل واحد شايف نفسه احسن حد في الدنيا. طب انا احسن مقدم محتوى كروي ساخر وفني في نفس الوقت، يا عم وجهه نظري ولازم تحترم. انت بقى كمشاهد شايفني اقل واحد بقدم محتوى كروي، برضو دي وجهه نظرك وانا هحترم، بس مش مطلوب مني عشان انت ترضيني تطلع تقول ان انا احسن واحد. انا مش حكر على وجهه نظرك، انت حر. المشكله ان قبل الاجابه ديت مباشره رامز جلال بيسال ابو جبل وبيقول له انت نفسك تلعب في الاهلي؟ ابو جبل قال له شرف لاي حد يلعب في النادي الاهلي. ليه بقى طلعت مسكت في اللي مش على هواك وسبت اللي على هواك؟ احترموا وجهات النظر يا جدعان. انا كاهلاوي اطلع اسف عليه في حلقه لو غلط في الشناوي او غلط في اي رمز من رموز النادي الاهلي او غلط في النادي الاهلي نفسه، بس ده ما حصل. انت بقى طلع تزيد منك ليه؟ بص انا هقول كلمه واحده بس لكل واحد اهلاوي خد الموضوع على صدره وطلع يسف